وأشرقت الشمس من جديد. تذكروا يوم الأربعاء 16 نوفمبر 55. ها هي المشروعية قد عادت، فحلت الابتسامة محل الكآبة، وحل الفرح والانشراح محل الألم والأسى. لقد محقت الخناجير من كثرة الهتاف والزغاريد. كان يوما مشهودا لا حديث فيه إلا عن عودة أبي الأمة وحبيبها الذي بدلها حبا بحب ووفاء بوفاء، وقاسمها شدائدها كما قاسمته غربته. هذا النهار ما كانش عادي عن المغاربة، احتفال من شمال المغرب إلى جنوبه بعد عودة الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن. هذا النهار بين للعالم أجمع تلاحم الشعب مع الملك. ولكن خلينا نرجعوا لنهار 20 غشت سنة 1950 باش نعرفوا القصة كيفاش بدات ونجبدوا بعض الأسرار اللي بقات في طي الكتمان. 20 غشت كان أغبى قرار خداته فرنسا بعد محاصرة القصر بالدبابات وعزل الملك وأسرته عن محيطه ثم نفيه، لأن فرنسا كانت كتسحاب أن نفي السلطان محمد الخامس غادي يركع المغاربة ويقطع الصلة بين الشعب والعرش. ولكن العكس اللي وقع، الشعب المغربي توحد أكثر من أي وقت، وانطلقت شرارة المقاومة المسلحة المنظمة، ظهرت أسماء وأبطال اللي مستعدين يضحوا بحياتهم. قبل ما ندخلوا في الصحيح، إلا كنت أول مرة تشوف القناة ديالي كندعوك بالاشتراك وتفعيل زر اللايك باش ديما يوصلك الجديد. في ليلة الأضحى 20 غشت 1953 المغرب اهتز على وقعة صدمة غير مسبوقة. الاستعمار الفرنسي قرر ينفي السلطان الشرعي محمد الخامس ويعين بلاصتو واحد السلطان دمية ابن عرفة. الهدف كان واضح، يكسر الرابط التاريخي بين الشعب والعرش ويفرض السيطرة الكاملة على البلاد. لكن اللي ما كانش كيتصور عند فرنسا أن هذا القرار غادي يولد أعنف موجة مقاومة شعبية مسلحة في تاريخ المغرب. هذا النفي جاء بعد رفض السلطان يعطي امتيازات للشركات النفط الفرنسية، وكذا امتيازات للشركات استغلال الفوسفات بواد المخربة ومصانع الفضة بتيرودات. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، التنسيق المغربي الجزائري، فرنسا كانت كتعرف أن محمد الخامس على اتصال بالثوار الجزائريين، وهذا اللي زاد في التخوف من تحول المغرب لقاعدة دعم أساسية، بالإضافة إلى التدخل الأمريكي اللي خلاهم ينزلوا طاولة المفاوضات. بعد لحظات من إعلان فرنسا قرارها بإرسال السلطان المغربي إلى المنفى، احتشد العشرات الآلاف من المواطنين المغاربة في جميع مناطق المغرب للاحتجاج على هذه الخطوة، وأصبحت المقاومة الشعبية أكثر عدوانية وصعب السيطرة عليها. من مدن صغيرة إلى مدن كبيرة انطلقت المقاومة، وإن كانت أول شهيدة سميتها عائشة بن علال من مدينة الشهداء، مرورا بأحمد الحنصالي الملقب بأسد تالة إلى علال بن عبد الله وسقطون. فبعد محاولة تصفية مفتش الشرطة المسكينين واغتيال الخائل بالنيس، أصبح المستعمر والخونة يعيشون حالة توجس وهرب. ففي 7 نوفمبر 1953 قام كل من بن عيلات ومنصوري والسكويري بتفجير قطار كازا ألجيت الذي كان يقلل الجنود الفرنسيين. في 11 شتنبر 1953 حاول الشهيد علال بن عبد الله اغتيال محمد بن عرفة، حيث كان الأخير ملكا للمغرب فرضته فرنسا على الشعب المغربي. وفي 24 دجنبر 1953 قام أحد رموز المقاومة المغربية الشهيد محمد الزرقطوني بتفجير مارشي سونترال، بالإضافة إلى عمليات مقاومين ومجاهدين آخرين في مختلف جهات المغرب، حيث قام الشهيد أحمد الحنصالي باعتراض سيارة يركبها 4 من الفرنسيين وقام بقتلهم، واستمر في أعماله الفدائية، واستطاع قتل العديد من حراس الأمن والمتعاونين معهم إلى غاية القبض عليه من طرف السلطات الفرنسية وإعدامه رمي الرصاص في 26 نوفمبر 1953. كما اندلعت انتفاضة في الجهة الشرقية للمملكة يوم 16 و 17 غشت 53، وبالتحديد في وجدة وبركان وتافوغات، حيث استهدف المقاومون السكك الحديدية ومحطة توليد الكهرباء والتكنات العسكرية. فواجهتها القوات الاستعمارية بوابل من الرصاص قدر بنحو حوالي 20,000 رصاصة، سقط على إثرها العديد من الشهداء وجرح العديد من المواطنين. وفي ليلة 18 غشت 1953 توفي 14 وطنيا اختناقا بسبب الاكتظاظ الذي نجم عنه اعتقال مئات من الوطنيين في زنزانة واحدة، لتتصاعد وتيرة الجهاد والمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية تكللت بتأسيس جيش التحرير.
بعد أن فشلت خطة تنحية السلطان محمد بن يوسف وسقوط الكثير من القتلى في صفوف المستعمرة، قامت السلطات الفرنسية بمباشرة مفاوضات منذ فبراير 1955 مع الملك محمد الخامس، ووصلت إلى حد تهديده، فقد اقترح عليه المتفاوضون بمن فيهم طبيبه الخاص الدكتور ديبوا روكبير الخيار بين أمرين إحلاهما مر: إما التنازل عن العرش والعودة للعيش بسلام وفي حماية الفرنسيين، أو تشديد الخناق عليه في المنفى في حالة رفض. وكان جواب محمد بن يوسف هو الرفض المطلق للمقترحات المفترضة. وبموازاة ذلك اندلعت أعمال المقاومة المسلحة المنظمة على شكل جيش التحرير في 1 أكتوبر 1955 في مناطق أكنون، إيموزار، مرموشة وتطوان. وفي تاريخ 16 نوفمبر 1955 عاد محمد الخامس بعد 27 شهر في المنفى إلى المغرب ليحكم ملكا، وبدأت مفاوضات مع فرنسا من أجل الحصول على الاستقلال. وبعد عام كامل من عودته تم التوقيع على اتفاقية الاستقلال في 2 مارس عام 1956 ليحصل المغرب على استقلال بصفة رسمية يوم 18 نوفمبر 1956، ثم اتفاقية في أبريل مع فرنسا. وفي أكتوبر انتهى الوضع الدولي لمدينة طنجة، ولتحقيق الوحدة الترابية استرجع المغرب إقليم طرفي سنة 1958 وإقليم سيدي إفني في يونيو 1969، وجهة الساقية الحمراء يوم 6 نوفمبر 1975، وجهة واد الذهب في 14 أغسطس 1979. عيد ثورة الملك والشعب ماشي مجرد ذكرى، هو لحظة حاسمة بين 1953 و 1955، حيث تبين أن الاستعمار مهما كان قوي ما يقدرش يهزم شعب متشبت بالعرش والحرية. إذا عجبتك هذه الحلقة ما تنساش الاشتراك والبارطاج مع أصحابك، وإلى فيديو آخر ألقاكم، والسلام عليكم.